هلا بعد ما مثل ما قلنا رح نشتغل الكم لحد ما يصير عنا طول المناسب تبعنا على حسب طبعا بيختلف على حسب العمر اللي عم نشتغله. هلا اذا حسبنا من القبة تمام، من القبة لفوق شايفين عنا 37 سنتيمتر تقريبا، صرنا شغلين 37 سنتيمتر من تحت الباط. إذا حسبنا من تحت الباط لطول الكم 22 شاغلين سنتيمتر، تقريبا 22 سنتيمتر. هلا شو رح نعمل؟ رح ننتبه انه الخيط عنا ببداية الدرب تمام، شايفين هاي بداية الدرب تبعنا هون. بعد ما خلصنا رح نعمل كذا تناقص ونشتغل، رح نشتغل غرزة المطاط. يعني رح اشتغل غرزة اثنين، فوت هيك ثلاثة، أو رح نشتغل غرزة عدل، غرزة مقلوبة دغري، غرزة عدل، غرزة مقلوبة. رح نشتغل بيت المطاط دغري تمام، غرزة عدل. هلا الغرزة المقلوبة اللي بعدها رح نشتغل التنتين ونعمل أول تناقص تبعنا، يعني عملنا 4 غرز تناقص. رح نمشي على هالطريقة، رح نشتغل غرزة عدلة، غرزة مقلوبة 2 3 عدلة باللي بعدها المقلوبة رح نعمل فيها تناقص. الغرزة الرابعة هي رح تكون التناقص تبعنا. هلا رد غرزة عدلة، غرزة مقلوبة. إذا قلنا مثلا اللي عم يشتغل على 5 إبر مثلي هيك، يعني بكل إبرة رح نعمل غرزتين تناقص حنكفي. هون أنا كنت عاملة غرزة عدل، اللي بعدها دغري رح تجي مقلوبة تمام. يعني حفظت الإبرة هيك من تحت، اشتغلها مقلوبة، غرزة عدل، شايفين مقلوبة هيك رح نشتغلها نعمل لها تناقص. رد رح نشتغل عدل مقلوب، عدل، والغرزة المقلوبة اللي بعدها رح تكون عنا تناقص، عدل مقلوب، هاي عدل، بالغرزة اللي بعدها رح نعمل دغري بما انه صاير عندي دور التناقص رح نشتغل مقلوب تناقص، بعدين رد عدل مقلوب عدل، وهي مقلوب. هاي صرنا عاملين مرتين هون، عدل مقلوب عدل. رح نعمل هي هون اجا عنا، هي حتكون اخر نهاية الدرب مقلوب، ورح يكون عنا غرزة عدلة. بعد ما خلصنا نهاية الدرب بلشنا بدرب جديد. هلا رح نشتغل العدل عدل متل ما شايفين، الغرزة اللي عندي اياها عدلة رح نشتغلها عدلة، والغرزة المقلوبة رح نشتغلها مقلوبة.
تقريبا رح نشتغل 7 دروب أو 10 دروب. إذا حابين تعملوه كم مكفوف نشتغل تقريبا 20 درب. فينا نحب يعني كل واحد بيشتغل على حسب ذوقه وحسب الشغل اللي بيحبه. هلا رح نشتغل هيك حكفي الشغل تبعنا، العدل عدل والمقلوب مقلوب، وبهيك بيكون خلاص عنا الكم تبعنا. خليني هلا نشتغل كفاية الدروب ونجي لنشوف كيف بدنا نبلش بالطرف الثاني. بعد ما اشتغلنا دروب المطاط مثل ما شايفين معي الكم صار عنا بهالطريقة هاي. على آخر درب رح نسكر الشغل تبعنا. كيف نحن بنسكر درب المطاط؟ إذا حقلكم إياها بس إذا ما بتعرفوها رح نشوف غرزة عدلة، نشتغل عدل عدل والمقلوب مقلوب. رح نشتغل غرزة مقلوبة، صار عنا غرزتين، رح نسحب الغرزة الأولى شايفين هيك ونسكر الشغل تبعنا. نحاول نحن عم نشتغل نسكر الشغل ما نشد ايدنا. غرزة عدل عندي اياها هون شايفينها، رح اشتغل عدل واسحب الغرزة اللي بعدها سكرها. اللي بعدها هون مقلوبة مثل ما شايفين، رح نشتغلها مقلوب، ما رح نشتغل عدل، رح نشتغلها مقلوبة ونقفل الغرزة اللي قبلها بهالطريقة هاي هيك. رح نقفل الشغل مثل ما قلنا، العدل عدل رح نشتغله والمقلوب مقلوب. بس نخلص قفل الشغل تبعنا هيك بيكون خلاص عنا أول كم. رح اقفل أنا أخلص هيدا الدرب ونجي لنكفي كفاية البلوفر سوا. بعد ما خلصنا الكم تبعنا وسكرنا الشغل هلا رح نجي للطرف الطرف الأمامي الثاني. رح نوصل الخيط تبعنا بالطرف اللي ما اشتغلنا نحن في طرف نحن ما اشتغلنا الطرف لسه أمامي أبدا. هلا رح نشتغل هذا الطرف الأمامي، نجيب الخيط تبعنا نوصله بالطرف اللي بعد الكم دغري. شايفين نحن بداية الشغل عنا هون اشتغلنا الكم، رح نجي هلا للطرف الأمامي. رح نجيب الإبرة السحرية اللي كانت عنا بالخيط فوت الشغل ونبلش شغل. هلا هون رح نشتغل غرز الطرف الأمامي لحد ما نوصل للكم. كمان غرز الكم رح نشتغلهم مثل ما شايفين. رح نشتغل غرز الطرف الأمامي كلياتهم هيك كلياتهم لهالطرف، ونجي لعند الكم كمان الكم بالطرف الثاني رح نشتغل غرز الكم لحد ما نصل لهون لعند هاي النقطة. خليني أنا أشتغل كلها الغرز هيك كلياتهم عدل ونجي لنشوف شو بدنا نكفي الشغل هون.
وبعد ما اشتغلنا مثل ما شايفين هيك الطرف الأمامي، ووصلنا لغرز الكم. كمان رجعت اشتغلت غرز الكم لحد ما وصلت للغرزتين اللي كنت عم ضيف قبلهم وبعدهم اللي حددناهم لإضافة الغرز اللي قبل والبعد. رح نشتغل غرزة للكم وغرزة رح تخليها للطرف الخلفي، يعني غرزة رح اخدها هون بشغل الكم وغرزة رح اخدها بالطرف الخلفي. هلا بدنا نشتغل الكم الثاني تبعنا مثل ما اشتغلنا هذا الكم، رح نرجع نشتغل هذا الكم الطرف الثاني. هلا مثل ما انا اشتغلت ب5 ابر، انا بما انه اشتغلت الكم الاولاني بالابر رقم 5 مثل ما شايفين طلع عندي الشغل بدون خياطة. شايفين قديش هو حلو؟ بهالطريقة كمان رح ارجع اشتغل هيدا الكم. بس اذا انتم ما حابين تشتغلوا بالابرة السحرية او بدكن يا تشتغلوا خياطة عادي، كل واحد على حسب ما يحب وحسب شغله. هلا رح اشتغل هلا هذا الكم الثاني ونجي لنكفي بقية البلوز تبعنا. ما حيصفى، شو رح يصفى؟ رح نجمع الطرفين الامامي والخلفي ونشتغلهم سوا بالابرة السحرية. خليني اشتغل الكم ونجي لنكفي البلوفر الثاني بالجزء اللي بعده. شكرا لكم على المتابعة.